حالة جدل كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت، وكمان المواقع الإخبارية والإعلامية، أول ظهور لزوجة الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع. الساعات اللي فاتت ظهرت زوجته في أول ظهور ليها أثناء ما كان بيقدم مناسك العمرة خلال زيارته اللي كان موجود فيها بالمملكة العربية السعودية في الرياض. الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع خلال تواجده بالمملكة قدم مناسك العمرة وظهرت مع زوجته السيدة لطيفة، وده كان أول ظهور ليها بعد ما مسك الحكم. وطبعا ظهورها ما مرش مرور الكرام وتصدر منصات السوشيال ميديا والكل اتكلم عنها وفضل يدور ويبحث عن السيدة لطيفة. تابعوا معنا الفيديو عشان تعرفوا أبرز المعلومات عن السيدة لطيفة زوجة أحمد الشرع. السيدة لطيفة هي من بلدة القريتين في محافظة حمص، وهي أم ل3 أولاد وكل أولادها ذكور. كمان هي حاصلة على درجة الماجستير في اللغة العربية وأدب. أما عن اسمها أو لقبها فهي بيطلق عليها لطيفة الشرع. وبكده نكون حكينا لكم عن أول ظهور لزوجة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وده بعد تصدرها الترند ومنصات السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت بعد ظهورها معاه وهي بتقدم مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية. تابعونا على مولاتي عشان تعرفوا كل الجديد.